اكتر حاجه عليها جدل في الفيزياء هي الثقوب السوداء، ده طبعا بعد ميكانيكا الكم. سنه 1967 العالم ورنر اسرائيل طلع بحل جديد لمعادلات اينشتاين في النسبيه العامه، وده كان بعد ما فهمنا حاجات كتير جدا عن البلاك هولز، زي انه ازاي بيتكون وشروط تكوينه، وعن اغرب حاجه ممكن يعملها زي انه بيشوه او بيلخبط المكان والزمان جواه، وانك بمجرد ما تعدي المنطقه اللي بنسميها الايفنت رايزن او افق الحدث اتحكم عليك بالهلاك يا صاحبي. مفيش رجوع، حتى لو كنت بتتحرك باسرع سرعه في الكون وهي سرعه الضوء برضه مفيش هروب. بيكمل بقى ورنر اسرائيل على الكلام ده وبيقول ان الثقب الاسود المستقر او الثقب الاسود الساكن لازم يكون شكله كروي 100%، وحجمه بيعتمد بس على كتلته، وان لو في ثقبين اسودين ليهم نفس الكتله اذا ليهم نفس الحجم، يعني ثقبين اسودين متطابقين شبه بعض بالظبط. وبالتالي بما ان البلاك هول المستقر ده كروي بشكل كامل فلازم يكون جه من نجم برضه كروي بشكل كامل. سنه 1963 العالم النيوزيلندي روي كير لقى مجموعه حلول لمعادلات النسبيه العامه. هي المشكله كلها جت فعلا من النسبيه العامه، اي حد عطلان على اي حاجه يروح يجيب حلول جديده في النسبيه العامه هيطلع باكتشافات جديده. المهم ان الحلول اللي لقاها روي كير دي بتوصف الثقوب السوداء الدواره المش مستقره اللي اتكلم عليها ورنر اسرائيل من شويه. ثقوب سوداء دواره يعني بتدور، يعني مش مستقره مش ساكنه. روي كير بقى بيقول ان الثقوب السوداء الدواره يعني اللي بتلف المش ساكنه دي مستحيل يبقى شكلها كروي 100%. والحلول بتاعته دي هي حلول مطابقه تماما لحل شفارتشيلد، والحل ده بينص على الاتي: ان لو الدوران بيساوي صفر بالتالي الثقب الاسود ده ثقب اسود ساكن وبالتالي شكله كروي 100%، ولكن لو الدوران لا يساوي صفر اذا الثقب الاسود ده مش هيكون كروي 100% ولكن بيكون شكله شبه كروي، وبالتالي ده هيخلي شكل الايفنت رايزن حواليه مختلف. وبيدخل لنا في الحدث وفي قلب المعركه اللي دايره على الثقوب السوداء دي ستيفن هوكينج من بعد ما اتصاب بالALS وعرف من الدكاتره انه هيموت خلاص خلال سنتين بالكتير، ده لو حظه حلو. ستيفن هوكينج قرر بإرادة غير مفهومة انه مستحيل يموت غير لما يحل واحدة من مشكلات الفيزياء الكبيرة، وكان اختيار ستيفن هوكينج انه هيحل لنا مشكلة الثقوب السوداء ويفهمنا هي ايه، وكان اختيار موفق بصراحة. ولحسن الحظ اتطور مرض ستيفن هوكينج بشكل أبطأ بكتير من الدكاترة توقعوه، وعلشان كده كان قادر يواصل بحثه حتى وهو مقيد على كرسي متحرك وفاقد السيطرة على كل أطرافه وعلى أحباله الصوتية، يعني لا كان بيتحرك ولا بيتكلم. ولكن على الرغم من كل ده ستيفن هوكينج قرر يعقدها على نفسه بأقصى المراحل، وهيطلع لنا بفكرة ثورية هتقلب تصورنا عن الكون، وهو تطبيق ميكانيكا الكم على الثقوب السوداء. ستيفن هوكينج سأل سؤال مختلف وعميق في نفس الوقت، وهو ان بما ان الثقوب السوداء مش مفهومة وميكانيكا الكم برضه مش مفهومة، فهيحصل ايه لو دمجنا الاتنين في بعض ونشوف اللي هيحصل. يعني هنطبق قوانين ميكانيكا الكم على الثقوب السوداء، ولكن وبسرعة بيجاوب ستيفن هوكينج على نفسه وبيقول ان الموضوع ده مستحيل على الاقل في الوقت الحالي، لانه ادرك ان في حاجة غلط، والحاجة اللي بسببها ادرك ستيفن هوكينج صعوبة الحل او صعوبة تطبيق ميكانيكا الكم على الثقوب السوداء حاجة اسمها التصحيحات الكمية للجاذبية. وده لاننا مش هنقدر او مش هينفع نعمل تصحيحات كمية للجاذبية، وده لان الجاذبية القوة الوحيدة المش كوانتايزد المش مكممة. بص هشرحها لك سريعا. احنا نعرف 4 قوى اساسيه بتحكم كل حاجه في الكون ومسؤوله عن كل حاجه في الكون، وهما السترونج نيوكلير فورس والويك نيوكلير فورس والالكترومagnetism والجرافيتي. والترجمه هنا المهم ان اول 3 قوى دول قوى كوانتايزد يعني مكممه، يعني في جسيم مسؤول عنها. يعني لو مسكنا كل قوه من دول هنلاقي في جسيم اساسي بيحمل القوه وبينقلها، وهو ده اللي بيعمل اضطراب في المجالات بتاعتها. وحاول تفهمني ولو ما فهمتش عديها. يعني مكونه من جسيمات الا الجاذبيه. الجاذبيه القوه الوحيده المش كوانتايزد مش مكممه، مش مكونه من جسيمات صغيره، او احنا لسه ما لقيناش الجسيم اللي بيكون او بينقل الجاذبيه، ولكن افترضنا ان هو موجود وسميناه الجرافيتون، ولحد دلوقتي بندور على الجرافيتون بنحاول نلاقيه سواء في معادله او في ظاهره احنا لسه مش فاهمينها، والمحاولات لسه شغاله لحد دلوقتي. المهم اختصار كل الكلام ده ان الجاذبيه قوه ما ينفعش نطبق عليها معادلات ميكانيكا الكم، وده اللي ادركه ستيفن هوكينج لما جه يعمل تصحيحات كميه. قال مستحيل نعمل تصحيحات كميه للجاذبيه لاننا مش عارفين نتعامل مع الجسيمات اللي
بتكونها، اللي هو الجرافيتون اللي قلت لك عليه، اللي احنا لسه اصلا ما نعرفوش. فستيفن هوكينج بعد الفكره دي عند دماغه وقال مستحيل نعمل تصحيحات كميه للجاذبيه، فتجاهل الفكره دي تماما ولجأ للتصحيحات الكميه للذرات جوه البلاك هول. ووقتها لاحظ او ادرك ان في حاجه غلط، وهي ان الثقب الاسود مش اسود تماما، ان الثقب الاسود اسود تماما لانه بيمتص كل شيء حتى الضوء. واستنتاج ستيفن هوكينج من بعد ما طبق الكوانتم فيزيكس جوه البلاك هول هو ان الثقب الاسود مش اسود بشكل كامل، لا ممكن حاجه تفلت منه عادي، وانه مش شرط يمتص كل شيء. يعني الثقب الاسود ما بيبلعش كل حاجه زي ما كنا عارفين او المفروض اننا عارفين. ممكن نشوف الحلقه اللي فاتت ونفهم اكتر البلاك هول ازاي بيبلع الحاجات جواه. المهم ستيفن هوكينج قال لك لا، الثقب الاسود ممكن يعدي منه حاجه زي ما قلت لك، وده بسبب حاجتين اساسيين. واول حاجه فيهم فكره ان الثقب الاسود يبلع كل حاجه جواه، دي اصلا فكره متعارضه مع ميكانيكا الكم، خصوصا مبدا الانسرتينتي برنسبل بتاع هايزنبرج. في ميكانيكا الكم كل شيء غير مؤكد. فكره بقى السواد التام في البلاك هول ده انتهاك لقوانين ميكانيكا الكم. بيقول ستيفن هوكينج نصا حتى السواد التام يجب أن يكون غير مؤكد. وتاني حاجة هو اكتشاف خطير اكتشفه هوكينج. ستيفن هوكينج سأل نفسه سؤال تاني، هيحصل ايه لو رميت كتاب جوه البلاك هول؟ هيبلعه، منطقي. ولكن مش ده اللي يقصده ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج بيكمل على سؤاله وبيقول هل المعلومات اللي جوه الكتاب دي هتكون فقدت الى الابد؟ يعني الكتاب ده هيكون ليه اثر ولا خلاص كده؟ على حسب قوانين ميكانيكا الكم ان المعلومات مستحيل ابدا تتبخر. على حسب ميكانيكا الكم لا تفقد المعلومات ابدا حتى لو حرقت الكتاب. ولكن هوكينج قال لك لا، المعلومات هتضيع جوه البلاك هول لو الكتاب اترمى جواه. ولكن كان استنتاج هوكينج ان ميكانيكا الكم بتنهار جوه البلاك هول. هو ما كانش ده استنتاجه، هو ما قالش كده نصا، بس ده معنى كلامه. وفي كتابه موجز تاريخ الزمان بيقول ستيفن هوكينج ان اينشتاين مره قال ان الله لا يلعب النرد، ورد عليه ستيفن هوكينج وقال احيانا يرمي الله النرد حيث لا يمكنك العثور عليه. وكان قصد ستيفن هوكينج ان المعلومات فعلا هتضيع جوه البلاك هول للابد. مسألة المعلومات جوه البلاك هول اتعرفت في المجتمع العلمي بالانفورميشن بارادوكس او معضلة المعلومات. ستيفن هوكينج بيقول لك هتضيع والفيزيائيين بيقولوا لا، لان عدد كبير من علماء الفيزياء دافع عن ميكانيكا الكم باستماتة، متحججين بان النظريات الحديثة زي نظرية الاوتار مثلا السترينج ثيوري ممكن تحافظ على المعلومات حتى جوه الثقب الاسود. والحقيقة ان هوكينج بعد فترة طويلة من الكلام ده ادرك انه كان غلط، ولكن سريعا بيقترح الحل البديل وقال انك لما ترمي كتاب جوه البلاك هول المعلومات فعلا مش هتضيع زي ما انا قلت، ولكنها هترجع تاني على هيئة اشعاع هوكينج. وده كان بعد ما اكتشف ان الثقب الاسود ممكن يشع اشعاع هوكينج. ولكن اللي هيحصل ان الاشعاع ده خافت قوي فهيشفر المعلومات. يعني المعلومات هترجع ولكن مشفرة، يعني انت مش هتقدر ترجع تبني الكتاب من الاول تاني. يعني الكتاب ده اتبخر، ما كانش فيه اي دليل على وجوده. مسألة المعلومات تحديدا كان عليها جدل كبير قوي لحد سنة 2012. فريق من 4 علماء بيعملوا نظرية اسمها الفاير وول ثيوري، وبيضيفوا على كلام هوكينج وبيقولوا كلام هوكينج منطقي جدا. وده لان الجسيم اللي بيتبلع جوه الثقب الاسود والجسيم اللي بيهرب منه على هيئة الاشعاع بتاع هوكينج بيكون اصلا بينهم حاجة اسمها الكوانتم انتانجلمنت او التشابك الكمي. ان لو في جسيمين مرتبطين زي الجسيمات اللي بتتكون عند البلاك هول بيكونوا بينهم اتصال دايم، بيبلغوا بعض بالمعلومات اول باول بسرعة لا نهائية في التايمليس، آنيا في التو واللحظة. وده معناه ان الجسيم اللي اتبلع جوه البلاك هول والجسيم اللي قدر يهرب بيكون بينهم كوانتم انتانجلمنت، بيكون بينهم اتصال، بينهم تشابك، وبالتالي ممكن ينقلوا بعض المعلومات. يعني الجسيم اللي جوه البلاك هول ممكن يقول للجسيم اللي بره ايه اللي بيحصل جوه والعكس. وده في ميكانيكا الكم مقبول. انت ممكن تفتكر ان حاجه زي كده مستحيله، ولكن هزيدك من الشعر بيت واقول لك ان لو في جسيمين بينهم كوانتم انتانجلمنت وكل واحد فيهم على اطراف مختلفه من الكون وحصل حاجه هنا، التاني هيعرفها في التو واللحظه. يعني ممكن يسافر عرض الكون كله في التايمليس.
ولو حاسس ان الكلام ده مش منطقي فخليني اقول لك ان جائزه نوبل سنه 2022 راحت لفريق من 3 علماء في الكوانتم انتانجلمنت، وده ممكن نتكلم عنه بعدين لانه مش موضوعنا. المهم طالما التشابك الكمي مؤكد يبقى الفاير وول ثيوري برضه كمان هي مؤكده، وبالتالي المعلومات مش هتضيع ولا حاجه، هي بس ممكن تتشفر على شكل اشعاع هوكينج. الحقيقه ان اشعاع هوكينج ده خافت وضعيف قوي، وده يخلي عمليه رصده او قياسه عمليه صعبه جدا لانه ضعيف جدا، درجه حرارته بتوصل ل 60 نانو كلفن. يا صاحبي دي ابرد حاجه نعرفها لحد دلوقتي. بص انت طالما هنا دلوقتي واحنا قاعدين قدام بعض فانت اكيد عارف ان علماء الفيزياء ما بيحبوش يقعدوا ساكتين، لازم ينكشوا في اي حاجه، حتى الحاجات اللي احنا عارفينها ومتاكدين منها برضه بيقعدوا ينكشوا فيها. مش يمكن نكون غلط. المهم قالوا لك تعالى نحل معادلات اينشتاين بشكل مختلف عن حل شوارتشيلد، نحلها بحاجه اسمها ريفيرس انسر، الحل المعكوس، الحل المضاد، يعني نحلها بالعكس، والحلول اللي هتطلع لنا بحاجه عكس الثقب الاسود تماما، واللي بنسميه النهارده الوايت هول او الثقب الابيض، وده عكس الثقب الاسود في كل حاجه. شفت قلت لك ما بيعرفوش يقعدوا ساكتين، احنا لسه مش فاهمين البلاك هول طلع لنا مشكله الوايت هول. المهم انه عكس الثقب الاسود في كل حاجه، حتى الجاذبيه بتاعته بنفس شده الثقب الاسود ولكن بالعكس، يعني الثقب الاسود بيشد الحاجات جواه والثقب الابيض بيرميها براه، بنفس القوه اللي بيسحب بيها الثقب الاسود الاشياء تجاهه بيرميها الثقب الابيض براه. وبرضه علماء الفيزياء مش هيقعدوا ساكتين، قالوا لك مش يمكن اصلا البلاك هول والوايت هول هم حاجه واحده، جزء من كيان واحد، وانهم مش مستقلين عن بعض، لا ده هم جزء من نفس الحاجه، والحاجه دي سموها الورم هول او الثقب الدودي. وده تعميم اكبر لفكره البلاك هول، وهو ان اصلا البلاك هول ده جزء من ثقب كبير جدا في الكون اسمه الورم هول او الثقب الدودي. وبيتم وصف الورم هول انه عباره عن نفق او جسر في السبيس تايم او في الزمكان في الكون، يعني طرف فيهم بيكون البلاك هول والطرف التاني بيكون الوايت هول، وانك لو رميت حاجه جوه البلاك هول هتفضل سرعتها تزيد 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 لحد ما تيجي عند مركز الورم هول ده، لحد ما تبلغ اقصى سرعه ليها عند النقطه اللي بنسميها السنجلاريتي او المفرده، واول ما تعدي النقطه دي هتكون دخلت في المجال بتاع الوايت هول، وهيبدا بدوره يسحبها ويكمل عليها ويرميها بره من الناحيه التانيه، وهتخرج في مكان مختلف تماما عن اللي كانت فيه وفي زمن مختلف، وكأنها دخلت آلة زمن. ومن اللحظة دي تم اعتبار البلاك هول أو الورم هول عبارة عن نفق بيودي المكان وزمن مختلف في الكون، هيوديك لمنطقة بقوانين مختلفة تماما. يعني بمجرد دخولك في الثقب الأسود وخروجك من الثقب الأبيض مبروك، انت في كون مختلف تماما، أو بالميت خالص انت في مكان وفي زمن مختلف عن اللي كنت فيه، بعيد كل البعد عن الكون بتاعنا. وده بالظبط اللي حصل في فيلم انترستيلر، ممكن تروح تشوفه لو ما شفتوش. وباستخدام كل المعلومات دي باعتبارها معطيات رحنا لاستنتاجات فلسفية لا حصر لها، منها مثلا ان الثقب الاسود مش مقبرة زي ما كنا فاهمين، دي بداية كون جديد، ومش مطلوب منك بس غير انك تعدي البلاك هول وسيب الباقي لقوانين الفيزياء. وبمناسبة قوانين الفيزياء احنا ما نعرفش اي حاجة تخص السنجلاريتي او النقطة اللي في النص، المركز بتاع الورم هول، وده لان قوانين الفيزياء كلها بتنهار في النقطة دي، بتنهار بالكامل، نقطة مش معروف عنها اي حاجة، لا مكان ولا زمان ولا سرعة ولا هندسة ولا معنى ولا رياضيات حتى. والحل كله علشان نفهم النقطة دي ايه اللي بيحصل عندها بالظبط هي النظريات الحديثة زي السترينج ثيوري، نظرية الأوتار اللي بتتنبأ بأبعاد مختلفة تماما عن الأبعاد اللي احنا نعرفها. ولكن السترينج ثيوري لسه محل الدراسة والبحث لحد دلوقتي، وبعد ما يتم الانتهاء من نظرية الأوتار هيبقى عندنا نظرة أكثر شمولية لكل كلمة قلناها، مش بس عن البلاك هول، وهنرجع نعيد صياغة المكان والزمان لأننا هنكون فاهمينهم بشكل مختلف تماما عن فهمنا دلوقتي. وده يخلينا نروح لفكرة ان الواقع نفسه هيكون مختلف، بل الوعي نفسه هيختلف، وهيبقى عندنا وعي بالوعي اننا ازاي ادركنا كل ده. ممكن نكون احنا مش مهمين بالنسبة للكون، ولكن الكون مهم جدا بالنسبة لنا. وبعد ما الأطباء قالوا لستيفن هوكينج إنه هيموت خلال سنتين من وهو عمره 21 سنة، يوم 18 مارس سنة 2018 بيموت ستيفن هوكينج وعمره 76 سنة، يعني بعد 55 سنة من تشخيصه، 55 سنة من البحث والإصرار والإرادة الغير مفهومة للراجل ده
علشان يوصلنا لحد هنا. شكرا لكل فيزيائي تعب ووصلنا لحد هنا. وبس كده، سلام.